السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة عن ال ECG زي ما وعدتكم. دي المحاضرة اللي أنا وعدتكم بيها. هنحاول نفهم فيها ال ECG، مش مجرد نحفظه ولا نعرف الأمراض مثلا بسهولة لا، احنا هنحاول برضو نفهمه بأساسياته، بالأساسيات الكهربية بتاعته والفيزيائية، بحيث يعني مش مجرد نعرف دي ستيمي دي نون ستيمي، ده اتريال فايبريليشن ده اتريال فلتر، يعني نعرف سريعا من الاشكال كده وخلاص، لان في فاريشن في الاشكال وفاريشنز في الاجهزه. فالواحد لو فهم الفكره بتاعت الاي سي جي ده بيفرق جدا، ومش بيخلي الموضوع صعب زي ما كل الناس فاكره. مبدئيا يعني اي سي جي هو عباره عن الكتروكارديوجرافي. يعني ايه الكتروكارديوجرافي؟ يعني رسم كهربة القلب، يعني أنا بمثل كهربة القلب. طيب، لازم نفرق ما بين حاجة، لازم نفرق ما بين ال ECG والأكشن بوتنشال. لما أقول كلمة أكشن بوتنشال دي حاجة بتعرفني كهربة الخلية نفسها. خلية يعني مثلا أجي على خلية في القلب، خلية في المخ، خلية في أي حتة في الجسم، ليها أكشن بوتنشال. ده التغير الكهربي اللي بيحصل within the cell في الخلية. طيب، ايه الفرق بقى ما بين الاي سي جي والاكشن بوتنشال في الخلية؟ الاي سي جي عبارة عن محصلة الاكشن بوتنشال اللي في غرفة من القلب، او اللي في جزء من القلب. هو محصلة للاكشن بوتنشال، summation of action potentials، مثلوها كهربيا عن طريق ليدز. في حاجة اسمها شيست ليدز وفي الليمب ليدز، نعرف الكلام ده بعدين. بس اهم حاجة نفهم الفرق ما بين الاكشن بوتنشال والاي سي جي. طيب دلوقتي لازم نعرف برضو حاجة كمان، ان الطبيعي الريستنج ممبرين او الريستنج سيل ستيت بيبقى البوزيتيف تشارج اكتر من النيجاتيف تشارج بره. يعني يبقى بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف زي ما احنا شايفين كده. ده بيبقى في حالات الريست وفي حالات الريبولاريزيشن هنعرفها بعدين. طيب، يعني ايه ديبولاريزيشن؟ يعني انا بوظت الستيت دي، خليت الايونز البوزيتيف اللي بره اللي هي منلي الصوديوم تخش جوه الخليه، يحصل لها انفلكس، فتبقى البوزيتيف تشارج اوتسايد بقت قليله، والبوزيتيف تشارجز جوه بقت اكتر، فبالتالي بقى جوه بقى بوزيتيف. حتى لما كنا بنمثلها بالملي فولت كنا بنقول على لما يعني بنقول سالب او موجب على حسب اللي جوه، على حسب الانر. يعني في الريستنج ممبرين ده بيبقى سالب، يعني بيبقى ايه بالنيجاتيف كده، مثلا نيجاتيف 60 ملي فولت. ماشي. طيب لما بيحصل بقى ديبولاريزيشن لا، بيبقى بوزيتيف اكتر، فممكن يوصل ل20 مثلا ملي فولت وهكذا. يعني الفولت القوة الكهربية بنعرفها من خلال الانر الايونز الموجودة في الانر ممبرين. ده الفكرة والفرق ما بين الريستنج ممبرين او الريبولاريزيشن والديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن يبقى بوزيتيف تشارج بتخش جوه، بيبقى انسايد، ونيجاتيف اوتسايد. الكلام ده طبعا عارفينه من زمان جدا. دي اول حاجة لازم نعرفها. الفكرة بقى ان في الاي سي جي الديبولاريزيشن عكس اتجاه الريبولاريزيشن. يعني لو الديبولاريزيشن بيمشي كده، فاكيد فالريبولاريزيشن هيمشي العكس. وبيبقى هنعرف الكلام ده في الويفز حتى. يعني لو الويفز مثلا في الديبولاريزيشن بتبقى كده، لا في الريبولاريزيشن بتبقى كده. نعرف الكلام ده بالتفاصيل. طيب، تاني حاجة نعرفها مسار الكهرباء في القلب ماشي ازاي. مسار الكهرباء في القلب رقم واحد الاس اي نود، بتبدأ بالاس اي نود. الاس اي نود او الساينو اتريال نود موجودة بالقرب من السوبيريور فينا كيفا الاوريجين في الرايت اتريوم. هي اللي بتبدأ الإشارة، وهي الأقوى والأسرع ريت، هي الايه الفاستست ريت. يبقى هي الفاستست ايه ريت، بتضرب من 60 ل100 ضربة. تمام. بعد كده الإشارة بتعدي للرايت وللليفت،
رايت وليفت اتريوم لغاية ما نوصل لمين؟ للAV نود. الAV نود بتعمل نوع من الفسيولوجيكال بلوك، فسيولوجيكال ايه بلوك، بتبقى الإشارة فيها أكثر بطئا، يعني بيبقى الريت فيها أبطأ من الSE نود. عن طريق الAV نود بتنزل عن طريق حاجة اسمها باندل اوف هيس أو الAV باندل. الAV باندل بتنقسم لبرانشين، ليفت باندل ورايت باندل. بتنزل وبتخش طبعا في الاندومتريوم الاندوكارديوم اسف، وبتطلع حاجة اسمها بركنجي فايبرز، ودي أسرع فايبرز، دي الفاستست فايبرز، بيبقى اللي هي البركنجي فايبرز، بتبقى سريعة جدا. الميزة انها سريعة وبتوصل التو فنتريكلز عشان يحصل لهم كونتراكشن مع بعض في نفس الوقت simultaneously. تمام، يبقى ده المسار بالظبط. يبقى أول حاجة الSE نود، بعد كده الاتريوم والتو اتريا، بعد كده الAV نود، بعد كده الAV باندل، بعد كده الليفت باندل والرايت باندل، وبعد كده طبعا البركنجي فايبرز في الفنتريكل كله. طيب في حاجة برضو مهمة زي ما قلنا ان الاسرع حاجة طبعا هي الSE نود والبركنجي فايبرز، والحاجات البطيئة اللي هي طبعا الAV نود بطيئة وبتعمل نوع من الفسيولوجيكال بلوك. ليه بيحصل اصلا فسيولوجيكال بلوك؟ عشان الفنتريكلز ما تعملش الكونتراكشن بنفس الريت بتاع الاتريوم، لان لو عملت الكونتراكشن ده مش هتلحق تملى، فاهم؟ فبالتالي لازم يبقى في فرصة للفنتريكلز انها يحصل لها فيلنج. تمام. طيب بالنسبة بقى للليمب ليدز، تمام، في ليمب ليدز وفي شيست ليدز. الليمب ليدز عندنا نوعين، في نوع اسمه باي بولر وفي نوع تاني اسمه يوني بولر او اوجمنتد. الباي بولر ده معناه ان له قطب بوزيتيف وقطب نيجاتيف، بول بوزيتيف بول نيجاتيف، والاشارة بتمشي من النيجاتيف للبوزيتيف زي ما انا راسم كده. الباي بولر هما 3، رايت ارم، ليفت ارم، ليفت ليج، رايت ارم، ليفت ارم، ليفت ليج. تمام، زي ما احنا راسمين كده. اللي من الرايت ارم للليفت ارم اسمه ليد 1، اللي من الرايت ارم للليفت ليج 2، ومن ليفت ارم للليفت ليج 3. يبقى دي الليدز اللي هي البايبولر، هي بوزيتيف ونيجاتيف. يعني يبقى هنا في فرق جهد، فاهم؟ يعني في فولتج هنا في الموضوع، وليكن مثلا يعني لو ده 25 مثلا، يعني ايه باي بولر؟ يعني ده ليه جهد 25 مثلا وده 15، فاهم؟ هيبقى فرق الجهد كام؟ 10. يبقى ده الليد ده فرق الجهد بتاعه 10. طيب يعني ايه بقى اوجمنتد؟ لا، اوجمنتد احنا بنعمل يعني الليد بنخلي الفرق ما بينهم، يعني بنخلي مثلا ليد مثلا الجهد بتاعه 25، وليد تاني بطريقة معينة الجهد بتاعه بيبقى 0 أو مقارب من الزيرو، فيبقى فرق الجهد كبير، عشان كده سميناه اوجمنتد، فيبقى الإشارة بتاعته أقوى، فبيبان أحسن في ال ECG. ده الفكرة بتاع الاوجمنتد ليدز، هنشوفها في السلايد الجاي. ايه فكرة بقى الاوجمنتد او اليونيبولار ليدز؟ احنا زي ما قلنا ان احنا بنعلي الجهد او بنعلي فرق الجهد، يعني بدل ما نعمل ما بين تو لمبس، لا احنا بنخلي التو لمبس دول مع بعض ونقارنهم بلمب تالت، يعني 2 مع 1. فمثلا عندنا ال AVF ده عبارة عن ايه؟ ال AVF ده عبارة عن رايت ارم وليفت ارم، الاتنين دول مع الليفت ليج. تمام، يبقى رايت ارم وليفت ارم الاتنين دول مع مين؟ مع الليفت ليج، ده الاي في اف. طب والاي في ال؟ الاي في ال ده عبارة عن ايه؟ الاي في ال ده عبارة عن الرايت ارم والليفت الرايت ارم والليفت ليج مع الليفت ارم. طيب هنوضحهم في رسمة كده حلوة. ده عرفنا الشكل بتاعهم، عايزين نحفظها بطريقة سهلة. ده رايح للشمال وده رايح لليمين، والاي في اف ده مستقيم. تمام. طيب في رسمة موضحة اكتر للموضوع ده.
طيب احنا هنرسم الليدز اللي هي الاينتهوفن تريانجل اللي هو المثلث ده اللي هو بتاع الليدز العادية، وهنمثل عليه الاتجاهات بتاعة ال AVF وال AVL بطريقة سهلة جدا. تمام، هنرسم البتاع ده كده اهو. ماشي، احنا قلنا ان ده انا اسف احنا كده رسمناه بالغلط، هو inverted triangle يعني، اسف بجد. هو المفروض كده زي ما احنا كنا راسمين، وده ليد 1، ده 2، وده 3. تمام. ايه بقى ال AVF والموضوع ده بينهم؟ ال AVF معناه ايه؟ ال AVF معناه كده زي ما احنا كنا راسمين، يعني باخد من الاتنين دول الليفت ارم والرايت ارم مع الليفت ليج. تمام. طيب ال AVR بص، هو ده مبدئيا عشان بس يمين شمال والشمال يمين، ده ليفت وده رايت. ماشي. ده مين؟ احنا قلنا ان ده ال AVF. ال AVF بياخد منين؟ ال AVF ليفت ارم مع رايت ارم مع الاتنين دول مع الليفت ليج، هيدوك اوجمنتد ايه؟ الكتريكال ساين يعني. تمام، هيبقى فيه فولت عالي. طيب ده AVL، ال AVL ده عبارة عن ايه؟ رايت ارم وليفت ارم مع ليفت رايت ارم وليفت ليج، الاتنين دول مع ده مع اللي هو الليفت ارم. طيب ال AVR، الليفت ارم والليفت ليج مع الرايت ارم. كده بس فهمنا الدنيا ماشية ازاي في الاتجاهات بتاعهم، عشان لما نقرأها نبقى الموضوع واضح يعني. هي الفكرة كلها ان احنا بناخد 2 مع 1، لما بناخد 2 بس لا، بناخد 2 مع 1 فبيعتبر واحد. المحصلة بتاعته هي محصلة فولت واحد، فبيبقى الفولت اعلى من البايبولر العادية. تمام. لو احنا بقى فكينا التراينجل ده، تمام، لو احنا فكيناه هيبقى عامل ازاي؟ احنا قلنا ان ده 1 وده 2 وده 3. تمام، ده احنا قلنا ده اسمه اينتهوفن تراينجل. طب لو احنا فكيناه يعني خلينا كل ضلع لوحده، فهيبقى ده ليد 1 صح، وهيبقى 2 ده جاي كده صح، و3 جاي كده. تمام، احنا بس فكيناهم مش اكتر. تمام، يبقى ده يعتبر تراي اكسل. انا كده عملت 3 محاور. حلو الكلام. طيب انا فكيته خلاص. تمام. طيب لو انا بقى جمعت ده مع ال AVL وال AVF وال AVR، هما عاملين ازاي؟ كان واحد ال AVF ده كان عامل كده، وال AVR كده، وال AVL كده، وال AVL كده، ده AVL وده AVR وده مين؟ AVF. لو انا جمعت الاتنين دول مع بعض، ده مع ده، لو انا جمعتهم مع بعض هيعملوا لي رسمة اسمها هيكساكزيال بريزنتيشن، او بيسموها ايه؟ هيكساكزيال، يعني 6 محاور هيكساكزيال. شكله عامل ازاي الهيكساكزيال ده؟ احنا قلنا العادي اللي هو اليونيبولر، ده ليد 1 اهو، و ده ليد 3 وده ليد 2، نضيف عليهم بقى التانيين ال AVF. تمام، وال AVL وال AVR. خدت بالك بقى 6 كده، يبقى ده AVL، ده AVR، ده AVF، التاني ده نرسمه بلونه، ده 1. طب وده 2 وده 3. هو ده فكرة الهكزاكسيال والكلام اللي هو التعبان ده. تمام.
تشيست ليدز سريعا بقى هما 6 ليدز من اليمين للشمال. بيبدأوا من ليد 1 هتلاقيه في الفورث انتركوستال سبيس يمين، بعد كده ليد 2 فورث انتركوستال سبيس شمال. نسيب التلاتة. تمام، نخش على الأربعة والخمسة والستة كلهم في نفس الانتركوستال سبيس، فيفث انتركوستال سبيس، بس الفكرة على حسب اللونجيتيودينال لاين. فهتلاقي الأربعة في الميد اكسيلاري لاين، ميد اكسيلاري لاين فيفث انتركوستال سبيس عند الايبكس بالظبط كده. طيب بعد كده الفايف هنلاقيه anterior axillary، السكس هنلاقيه mid axillary line. يبقى أول حاجة mid clavicular line، mid axillary line، بعد كده اللي هو anterior axillary line، بعد كده mid axillary line، كلهم في الخمسة. طب التلاتة ما بين الاتنين والأربعة هو ده البليسمنت بتاعهم. يبقى من الفورث انتركوستال سبيس يمين V1 V2 فورث انتركوستال سبيس شمال، بعد كده الأربعة في الفيفث انتركوستال سبيس بس ميد كلافيكولار لاين، التلاتة ما بينهم الاتنين. الخمسة فيفث انتركوستال سبيس بس ايه ميد انتيريور اكسيلاري لاين، بعد كده ميد اكسيلاري لاين. دي الجست ليدز. الاكسس ديفيوجن عندنا النورمال اكسس بتوين -30 لموجب 90. زي ما احنا فاكرين في موضوع الاكسس، احنا رسمنا الاكسس احنا رسمناه المرة اللي فاتت اللي هو الهكساكسيال. يبقى النطاق بتاعنا الطبيعي من كام؟ من -30 لكام؟ ل90. الجزء ده نورمال اكسس كله. تمام، الجزء ده كله نورمال اكسس. لو الاكسس بقى اكتر من -30 يبقى ده اسمه ليفت اكسيال ديفيشن. طيب لو الاكسس اكتر من 90 يبقى اسمه رايت اكسيال ديفيشن. تمام. طيب بنعرفه ازاي بقى بطريقه كده؟ فهمنا يعني ايه اصلا اكسس ديفيشن. تمام. ازاي بقى بنعرفها في بتاعه الاي سي جي؟ عن طريق الليد 1 والاي في اف او الليد 3. يعني ليد 1 مع اي في اف او ليد 1 مع ال 3 ليد 3. تمام. بنشوف الكيو ار اس كومبلكس. والله بص بيحفظوها لنا بطريقه حلوه، وبيقول لك لو هم مصالحين بعض تمام، لو هم مصالحين بعض يبقى رايت اكسس ديفيجن. طب لو هم مخاصمين بعض عن بعض كده يبقى ليفت اكسس ديفيجن. هي دي فكره الاكسس ديفيجن بطريقه بسيطه. افتكر بس مع بعض موضوع الاكسس ده. احنا قلنا ان الباي بولر ليدز واليوني بولر ليدز لو احنا جمعناهم مع بعض زي ما قلت قبل كده هيطلعوا لي هيكساكسيال. تمام، يعني 6 هيطلعوا لي 6 محاور حوالين نقطة، واحنا عارفين طبعا مجموع الزوايا حول نقطة واحدة 360 درجة، فبالتالي كل اكسس هياخد زاوية. احنا قلنا ان المثلث ده، الشكل المثلث ده احنا هناخد الاضلاع، هناخد الاكسس بس. فمثلا اللي انا رسمه افقي ده مين؟ ثواني احنا نرسمه تاني. تمام، عشان يبقى الموضوع واضح. هو فكرة الاي سي جي كله في موضوع الاكسس ده، يعني هو ده العقدة بتاعت الاي سي جي يعني، فاحنا نفهمه بحيث نبقى متخيلين الموضوع بسهولة يعني. فهناخد رقم 1 الليد رقم 1. تمام، بعد كده الليد 3 جاي ازاي؟ جاي كده. طب والليد 2 جاي كده. تمام، بعد كده بقى اللي هي الليدز التانية اللي هي الاي في ال والاي في ار والكلام ده هنلاقيها جاية ازاي؟ هنلاقيها واحد كده ماشي، وواحد كده، وواحد كده. واخد بالك ازاي؟ طيب الفكرة بقى ان الشكل هيبقى معقد جدا، فاهم؟ هو في من طبعا الليد كده، الليد اللي هو المحور كله الاكسس كله بيبقى فيه بوزيتيف ونيجاتيف، وعشان نسهل الموضوع البوزيتيف في الليدز اللي هي دي، البوزيتيف فيها في الليدز اللي هي الباي بولر دي هناخد البوزيتيف بس مش هناخد النيجاتيف. فلقوا ان الاتنين اللي فوق دول مش مهمين، بمعنى ان دول هيتشالوا خالص. ماشي، هنشيل دول خالص
عشان نعرف نحط الزوايا بشكل حلو. فمثلا عندك ده ال AVF اهو، ماشي، ده ال EVF وده ال EVL وده ال AVR، تمام. وده طبعا الليد، ده 1 وده 2 وده 3، تمام. طيب هنعرف بقى زاوية كل اكسس فيهم. والله بكل بساطة جدا، والرياضة نشوف الرياضة بتاعتنا بتقول ايه. الرياضة بتقول ان طبعا ده اللي هو الخط المستقيم ده من 0 ل180، صح؟ من 0 ل180. فبالتالي الزاوية بتاعت الليد 1 هنا 0. ثواني، يبقى الزاوية هنا 0. طيب والاي في ال، الاي في ال -30، تمام. اللي فوق ده كله سالب، تمام. طيب يبقى -30 0، وهنرجع للسالب تاني. -30 وصفر، بعد كده ليد 2 ده هيبقى 60 درجة، تمام. هيبقى 60 درجة، 60 درجة. بعد كده ده 90 درجة طبعا لأنه عمودي على الأفق، 90 درجة. طب ليد 3، ليد 3 120، وبعد كده ده 180، يعني الجزء ده 180. والله هو احنا متخيلها يعني هو شغل رياضي شوية. ده 180، انت فاهم. طب والاي في ار مش دي -30، المفروض هنا تبقى -90 لو موجود هنا، يعني المفروض الحتة دي تبقى سالب كام؟ -90. طب هنا هتبقى سالب كام؟ -150. الاي في ار -150. نحفظهم بسهولة. -30، تمام. عشان كده -30 0 60 90 120 180 اللي هو مش مهمة يعني. وبعد كده الاي في ار اللي هو -150. يعني ايه بقى كلمة اكسس ديفيجن؟ ان ده النورمال اكسس بتاعت الهارت، تمام. اكسس ديفيجن يعني الاشارة الكهربية بتاعت الهارت مثلا جت عند مثلا الاي في ال بقت كده، جت عند ال بتاع ده اللي هو الاي في اف مثلا بقت مالت شويه كده، فاهم. فالاكسس دي لما بتتغير بنقول ليفت اكسس ديفيوجن، رايت اكسس ديفيوجن. هي دي فكره الايه، فكره الديفيوجن. قلتها عشان بس نفهمها بطريقه سريعه. طيب بالنسبه بقى للويف دايركشن والليد، علاقه الويف اللي طالعه من الهارت بالليدز اللي موجوده. لو الويف اللي جاية من الهارت ماشية مع الليد في من السالب للموجب، من النيجاتيف للبوزيتيف زي ما احنا شايفين باللون الأحمر، يبقى دي في حالات الديبولاريزيشن، وبتبقى الويف بوزيتيف. بتبقى الويف ايه؟ الويف بوزيتيف كده، تمام. طب لو العكس، يعني ماشية من الموجب للسالب في حالات الديبولاريزيشن، بتبقى الويف نيجاتيف زي ما احنا شايفين، تمام. في الريبولاريزيشن العكس، لو towards البوزيتيف بتبقى نيجاتيف ويف زي اللي تحت دي كده. لو towards النيجاتيف بتبقى بوزيتيف ويف. دي في حالات الريبولاريزيشن. يبقى في حالات الديبولاريزيشن امتى تكون الويف بوزيتيف؟ لما يكون ال الإشارة اللي جاية من القلب في نفس اتجاه الليد من السالب للموجب، تمام. الريبولاريزيشن العكس، من الموجب للسالب، وهكذا. الريبولاريزيشن بقى عكس الديبولاريزيشن. لو ناحية السالب بتبقى بوزيتيف، لو ناحية الموجب بتبقى نيجاتيف زي ما انا موضح بالاسهم دي. طيب لو الويف بقى اللي طالعة من القلب او الاشارة طالعة من القلب بيربنديكولار على الليد، يعني بيربنديكولار على الاتجاه بتاع الليد، تمام. زي ما احنا شايفين كده، بيربنديكولار يعني عمودية على اتجاه الليد. لو الإشارة كده والليد اهو، تمام. سواء ريبولاريزيشن أو ديبولاريزيشن، الإشارة دي بتبقى بايفيزيك ويف، يعني طالع نازل، يعني ليها سالب وموجب يعني، تمام. يعني هي فيها التو combined waves of positive wave and negative wave. اللي هي البايوفيزيك ويف بتبقى الإشارة طالعة من القلب perpendicular على الليد،
تمام.